ما هو هرب ليا. هو حطينا ليه النتوى هنايا. الله يجي. حنا باقي حاضينو. اش واش غادي نديرو معاه؟ شوفوا الاخوان كيفاش تجرح لينا. نحاول نبين لكم فيتامين. ها هو عندي الفيتامين موجود في القريعه ومازال عند الناس كيبيعوا اللوازم ديالهم ديال الخصوبه. ما غاديش نعطيه ليهم. هذا ديال الميتي فيتامين فيه الكالسيوم، فيه بزاف ديال الحوايج تعاونهم، كتحفزهم، كتخليه يرتاح، يحاول يرجع الثقه النفس ديالو. فهمتي كيفاش؟ السلام عليكم. واش الخوت واش الفامي تناو كاملين تكونوا بخير وعلى خير. جينا فيديو جديد فلوق جديد مع الطائر ديال الكناري. غادي نقطعوا لهم الاظافر. ها هو الاخوان شادوا في يديا. غادي نوريكم الصعوبه اللي كان كيوقف بها الطائر ديالنا، وغادي تشوفوا معنا كيفاش غادي نقطعوا، واش من هما الادوات اللي غادي نحتاجوهم. ولا كنتي ديجا استعملتي الطريقه هذه ما تنساش تخلي لي في الكومونتير باش تشوف واش نفس الطريقه اللي كنديروا كاملين ولا كل واحد كيدير الطريقه ديالو. شكرا لكم على المتابعه، بقاو معنا من الاول حتى الاخر. ما تنساوش جاي من كومونتير وشي لايك. الا شفتي الكناري ديالك كيطيح ولا كيبان لك مقلق ولا ما كيتحركش بزاف، عارف السبب ماشي الماكله ولا المرض. السبب بسيط، هو الاظافر ديالو. الا لاحظتوا الاخوان تشوف التحركات ديال الكناري كيفاش كتبان لكم. شوف كاين مشكل. يعني هذا الشيء ما كاينش ان الماكله ولا المرض ولا شي حاجه بحال هكا. الاظافر هما اللي طوال بزاف، وانتم غادي تشوفوا معنا في هذا الفيديو كيفاش غادي نقصوهم ليه بلا ما ناديوه بلا حتى شي حاجه وبكل احترافيه. اخوان اشنو غادي خصني ندير قبل ما نبدا مع الفرخ؟ خصني نوجد هذا هو الاول بيتادين، نديرو في القطن بحال ما هكا، ندير ليه هكا نعمرو مزيان باش ماشي لا تجرح عاد نبدا معاه. ياك نقص صغير باش نقطعوا ليه الطفيرات ديالو. احسن بصراحه نعقموه حتى هو بحال شويه بحال ما هكا. شكون غنلوحوه لان هذا صافي. دابا غنعاودو نديرو بحال ما هكا باش الله وجرح لنا الفرخ بدنا داكشي موجود. الصراحه ما ننصحكمش ديروا هادشي في شي مكان اللي يقدر يطير فيه الفرخ. حاولوا ديروا هادشي في الدار يستحسن. ما هو هرب ليا. هو اش كيبان؟ لا هو كيبان ها هو حطينا ليه النتوى هنايا. الله يجي. هنا هو. هو حنا باقي حاضينو. اش واش غادي نديرو معاه؟ كيبغي غنمشي نجيب التيو غنضربو بالماء. هذا هو اسهل طريقه اللي نقدر نشدو بها. كيفاش ليا؟ خصنا هذا المقص هذا كيف ما قلنا. واحد القضيه في وسط هنايا كاين واحد العريق. ها هو واش كيبان لكم ولا لا؟ بلاتي نشوف. ها واحد العريق كيبان. ديك العرق ما خصناش نتوشيوه كاع بصفه نهائيه. الا قصنا ولا شي حاجه قدر الله قصنا ولا شي حاجه عندنا بيتادين غادي نعقموا به داكشي. الطريقه ديال مسك الكناري اخوان هي سهله بزاف، ماشي بقى غير مرتاح كنتي مبتدئ صراحه ولا شي حاجه غدير ليه بحال ما هكا. شوف غدير ليه بحال ما هكا صباعك الفوق هذا هكا. ها هو مرتاح. الا كنشدو على ظهره بكل لطف يكون هو مرتاح. نفضوا ليه التنفس ديالو ما نزيروش ولا شي حاجه، خليه هكا مرتاح يبقى منفس. وغادي نتوكلوا على الله. بسم الله توكلنا على الله وغنضربوا بحال هكا. شوفوا الاخوان كيفاش تجرح لينا. نحاول نبين لكم. دونك ملي غيتجرح ساهله. ها بحال هكا ما وقع والو صافي. حطوا واحد الثانيه بحال هكا غير باش يتسد ليه الدم يتنفس ما كيوقع ليه حتى شي حاجه باش ما يبقاش نازف وصافي. الصغيور هذا حتى هو غادي نديرو ليه بحال هكا الراس. هذا عنده صغيور. ها هو نكشاتو بزاف كتخليه يبقى مرتاح في القفص ديالو وكيتشد ليه رجليه. غنعاودو نشدو بالطريقه هذه. صراحه قفص الطفل عنده طوال تبارك الله فهمتيني. دونك طريقه ساهله بزاف. باش غادي دابا غنحلو هكا نديرو ليه بحال ما هكا. شتي غنديرو ليه بحال هكا. علاش؟ حتى الفرخ كيتنقى ليه شي من الاوساخ ديالو. هذا كيتسمى مرض جذري. كيخص هذا المرض هذا يبقى ديما رجل ديما رطبه. عندك تجلخ الطائر ديالك بهاد البدادين ما توركش ليه على رجليه، خليه ديما على ظهره مرتاح. كنتي كتخاف ولا شي حاجه ديريه هكا. كاين طرق بزاف انك كيفاش دير. نشفات هذه مازال. هيا نشف دابا نجيبو فازلين ديالنا. هيا غادي ندهنوها بحال ما هكا. علاش؟ لان ملي غادي تطاب هذيك القشره كلها غادي طيح ليه. معروف بزاف كنا كنديرو للدجاج صراحه. كنا حتى الاخوان كانت كتكون في رجليه ديال الدجاج راه كيكون كيخلع هذا المرض الجذري. كيخلع كتبان قشره كبيره. ولاحظوها في السوق ملي تمشيو السوق تشوفوا الدجاج ولدي لاحظوها. نديرو ليه هكا ما تكثرش ليه الاخوان باش ما تسيرش رجليه بحال هكا. دونك الثاني غتخلي رجليه تحت شي شويه رجليه منفسه باش ما ديرونجي ما والو. ها هو الحاجه الثالثه واللي هي مهمه دابا من بعد ما سالينا شنو غادي نديرو؟ من بعد الاخوان ما سالينا غتخلي الطائر يرتاح مزيان. شوف كي مرتاحين. الطريقه دابا اللي هي زوينه غادي نشدو الشرابات دابا
غادي نغسلوهم مزيان بجوج ياك، وغادي نقيو المكان كامل على قبل باش ما يطرا حتى شي مشكل، لان لا قدر الله تضرب ليه العرق ديالو شي حاجه وكان مسخ بحال هكا صعيب الصراحه بزاف. هادشي كله خصو يتغسل ويتنقى. فيتامين ها هو عندي لي فيتامين موجود في القريعه، ومازال عند الناس كيبيعوا اللوازم ديالهم ديال الخصوبه ما غاديش نعطيه ليهم. هذا ديال الميتي فيتامين فيه الكالسيوم، فيه بزاف ديال الحوايج كتعاونهم كتحفزهم وكتخليه يرتاح، يحاول يرجع الثقه النفس ديالو. فهمتي كيفاش؟ نعلقوهم هنايا بلاصتهم مثلا شويه شوف كي مريح مرتاح. نغسل هذه مزيان الاخوان، ها هي نفهم كلشي ليها. قالنا هاد لي فيتامين الاخوان كبيره 5 النقطات، 1 2 3 ها 5 3 النقطات 2 3. مان ها هو الطائر مرتاح. بغيتي تعوم؟ بغيتي تعوم؟ واش بغيتي تعوم؟ ياك بغيتي تعوم قولها ليا. من بعد ما قصينا دابا الطائر خلينا يرتاح في مكان هادئ، عطيناه الماء الفيتامين ديالو يشرب صافي. دابا غادي نخليوه كيرتاح مزيان. الطريقه كيف ما شفتوا راه هي سهله بزاف. خليو لي في كومونتير واش سبق لكم جربتوا انكم تقطعوا الاظافر ديالكم من الفراخ ديالكم. قلنا شنو هو الطائر اللي عندك، شي كيدار ماشي على الكناري على كاع الطيور الاخرى. وما تنساش تبارطاجي وتشارك وتخلينا شي جيم. وشكرا لكم كاملين، تلاقاو فيديو اخر، الى اللقاء.